يا أهلا بكل متابعين قصة فيلم. معانا النهاردة فيلم جديد، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ومش هوصيك بقى، شوف القهوة التمام ويلا بينا نبدأ. فيلمنا النهارده بيبدأ مع زعيم العصابة واللي بيكون مروح بيته، ولما بيوصل بيقلع الساعة بتاعته وبعدها بيخلع هدومه عشان ينزل حمام السباحة. ولكن فجأة لما بينزل حمام السباحة بيشوف الساعة بتاعته في القاع، وبيلاقي إن في شخص مستنيه والشخص ده بيخنقه لحد ما بيغرقه. ولما الحارس بتاعه بيشك إن حصل حاجة، الشخص اللي قتله بيفضل يحرك الجثة علشان الحارس يقتنع إن الزعيم بيعوم. ولكن بعد شوية بيفضل جسم الزعيم ثابت، وساعتها الحارس بيعرف إنه غرق. ولكن بيلاقي إن الشخص اللي قتله قدر بمنتهى الاحترافية إن هو يعوم ويخرج من مكانه. وبعدها بيلبس لبس طباخ وبيدخل المطبخ وبيخرج من المكان ده من غير ما حد يشوفه. وبيروح بعدها الشخص ده عند الجسر وبينط في الميه وبيمسك في مركب كانت ماشيه وعلى طول بيهرب. وبيروح بعدها بيته وبيحرق كل ورق العمليه اللي كان معاه. وبنعرف ان القاتل المأجور ده اسمه ارثر. وبنعرف كمان ان هو قاتل محترف واللي بينفذ كل جرايمه بدقه عاليه وما بيسيبش اي اثر لجريمته. وكمان بيقتل بطريقه بتخلي كل الناس تشك في حد معين، او انها تشك ان الجريمه مش جريمه اساسا. وتاني يوم ارثر بيخرج من البيت وبيقابل صديقه هاري واللي بيساله نفذت العمليه، وساعتها ارثر بيقول له نفذها. وارثر بعدها بياخد فلوس العمليه وبيمشي. وتاني يوم بيتكلف بمهمه جديده، ولكن المهمه بتكون صدمه بالنسبه له لانه اتكلف بمهمه انه يقتل واحد اسمه هاري. وطبعا ارثر ساعتها بيتردد لان هاري ده بيكون صاحبه. وبيتصل بالناس اللي مكلفينه بالمهمه وبيقول لهم على فكره اكيد في حاجه غلط، ولكنهم بياكدوا له ان مفيش حاجه غلط وانه لازم ينفذ العمليه. وساعتها بيقول لهم ان هو لازم يقابل الرئيس دين. وفعلا بيوصلوا ارثر للمكان بتاع الرئيس دين، وبيقول له دين ان بسبب المهمه دي ان من فتره بعتوا 5 عملاء ينفذوا عمليه في منتهى السريه، ولكن ال5 دول اتقتلوا، وده معناه ان في جاسوس بينا. وبيقول له ان تفاصيل العمليه دي ما كانتش غير مع 2، انا وهاري. وده طبعا معناه ان هاري بيكون خاين. وبيتكلم دين مع ارثر وبيقول له ان احنا كمان راقبنا حسابات هاري ولقينا ان اتحول له بعدها مبلغ كبير جدا من الفلوس. وارثر بيرجع البيت وبيكون محتار جدا وبيتصل بهاري وبيحذره وبيقول له انه يخلي باله ان المنظمه اللي هم شغالين فيها ناويين يقتلوه، وبيطلب منه كمان انه يخرج من عنده بسرعه. ولكن هاري بياخد المسدس بتاعه ومقص وبيفصل الكهرباء علشان الكاميرات تنفصل. ولما بيخرج من البيت بيلاقي ان ارثر كسر عربيته، وساعتها هاري بيعرف ان ارثر خدعه عشان يستدرجه بره البيت ويقتله. وبيكون كسر عربيته عشان تبان انها جريمه سرقه. وساعتها هاري بيديله المسدس بتاعه وبيقول له اقتلني يلا. وارثر بيكون مستغرب جدا، ولكن هاري بيقول له انا عايز اتقتل على ايدك انت لانهم كده كده هيقتلوني. وبعدها بنشوف ستيف ابن هاري وبيكون شاب مدمن وبيقابل ارثر. وارثر بيتكلم وبيقول له ان ابوه كان دايما بيحكي له عنك، وبيوصله بعدها لبيت هاري. وستيف بيبلغ ارثر ان حسابات ابوه في البنك فاضيه، وكمان البنك قرب انه يحجز على البيت. وساعتها ارثر بيستغرب جدا، ولان المفروض الحسابات بتاعه هاري يكون فيها فلوس كتير زي ما دين قال له. وستيف بيقول له ان هم كمان لازم ينتقموا من اللي قتل ابوه، خصوصا ان ابوه كان راجل عجوز. وستيف بيقضي اليوم في بيت ابوه وبيكون غضبان جدا من اللي قتل ابوه. وبالليل كان ستيف بيتمشى بعربيه بتاعته وجاله واحد حرامي عربيات وبيثبته. وساعتها ستيف يفتكر ان هو ده اللي قتل ابوه ونزل كمان عشان يقتله، ولكن ارثر لحقه وبيوقفه وبيقول له ما تقتلش حد. وبعدها بيتكلم ستيف مع ارثر وبيطلب منه تاني يوم ان هو يعلمه طبيعه شغله، وبيقول له ان انا عارف طبيعه شغلك وشغل ابويا كانت عامله ازاي وانا عايز اكون زيكم. ولكن ارثر بيرفض وبيفضل ستيف انه يلح عليه. وفي النهايه بيوافق ارثر وبيقول له خلاص هعلمك كل حاجه، وبيطلب منه انه يقابله في ملجأ حيوانات. وساعتها ستيف بيستغرب جدا وبيسأل ارثر احنا هنعمل ايه هناك. ولكن ارثر بيقول له ان انت طالما عايز تتعلم طبيعه الشغل بتاعتي يبقى لازم تسمع الكلام بدون نقاش. وفعلا بيروح هناك وبيشتروا كلب صغير. وارثر بيقول له كمان على مطعم وبيطلب منه انه يقعد فيه الفتره الجايه كتير. وبيبدا بعدها يتكلم مع ستيف على طبيعه شغله، وبيقول له ان الشغل ده محتاج عقليه معينه وما ينفعش تكون متهور، زي مثلا الموقف اللي كنت هتقتل فيه حرامي العربيات، وان انت كمان ما كنتش واثق ان هو ده اللي قتل ابوه. وبيكمل ارثر كلامه وبيقول له لستيف ان انت كمان لازم تبقى عارف كل حاجه عن الناس ومفيش اي حد عارف عنك حاجه. وبينتهج ستيف جدا لما بيلاقي ان ارثر عارف عنه كل حاجه وعارف كمان مكان ولادته، وعارف كمان ان مامته ماتت وهو طفل، وانه كمان خد منحه لكنها اتسحبت منه بسبب حيازته للمخدرات. وبيبدا بعدها التدريبات العمليه على النشان، وبنشوف مستوى ستيف بيتحسن بسرعه. وارثر بيديله كتاب فيه معلومات اكتر عن طرق القتل. والبنك بعدها فعلا بيحجز على بيت هاري. وبعدها ستيف بيروح يعيش مع ارثر في نفس البيت. وفي يوم ارثر اخد ستيف وراح البيت، وارثر بيتكلم فيه مع شخص اللي هناك وقال له انا عاوزك تنفذ عمليه مجرد ما الشخص ده يفتح الباب. وفعلا بيروحوا ويقدر ارثر انه يخنقه ويموته ويربط جثته بطريقه تخلي الموضوع يبان انه انتحار. وبيتكلم بعدها ارثر مع ستيف وبيقول له انا اخدتك معايا علشان تشوف بعينك طبيعه المهام بتاعتنا. وبعدها بيروحوا البيت وبيوروا له معلومات اللي كان هو مجمعها من فتره عن الشخص اللي لسه قتله من شويه، وبيعرفوا ان الشخص ده كان تاجر اسلحه. بعدها ارثر بيسلم ستيف اول ملف عمليه وبيقول له ان دي اول عمليه ليه، والهدف فيها هيكون واحد اسمه بور، وده بيحب الكلاب وبيقعد في المطعم اللي انا قلت لك تقعد فيه الفتره دي. وطالما انت معاك كلب وبتقعد في المطعم ده بقالك كتير فاكيد بورك اخد باله منك. وارثر بيحذر ستيف من بورك وبيقول له خلي بالك ان الراجل ده قوي جدا وقاتل مأجور. وفعلا بيتقابلوا وبورك بيروح علشان يتعرف على ستيف وبيسأله هو ساكن فين.
وساعتها بيعرف ستيف ان هو ما عندوش مكان معين وبيتنقل من مكان للتاني، وعلى طول بيتصاحبوا على بعض. وارثر بيكون قال لستيف ان هو لازم ياخد معاه المخدر ده ويحقنه بيه، وساعتها قلبه هيقف وهيموت. وبالليل بيسهروا مع بعض، ولكن ستيف بيكون متردد انه يديله الجرعه دلوقتي ولا لا. وبوركو بيطلب منه بعدها ان هو يروح معاه البيت، وستيف بيوافق. وبكده بيكون بيخالف تعليمات ارثر اللي كان بيحذره من بوركو، وبيروحوا مع بعض البيت وبيبداوا ان هم يتكلموا. وبيبدا ستيف انه يقرب منه وبيخنقه وبيحاول يقتله، لكن بوركو بيكون قوي جدا وبيقوم انه يضربه. وبعدها ستيف بيضربه بمفك ببطنه ولكنه مش بيموت، وبيقوم يكمل ضرب وبيضربوا ببعض. لكن في النهايه بيقدر ستيف انه يقتله. ولما بيرجع البيت ارثر بيعاتبه وبيقول له قلت لك خلي الحوار سهل، وكان في ايدك انك تموته بالمخدر. وبعدها بيجي طرد الارثر وبيكون في صندوق فلوس العمليه، ولكن دين بيكلمه بيقول له خلي بالك ان انت خليت واحد تاني هو اللي ينفذها، وكده انت ما التزمتش بالاتفاق اللي بيننا. وبيكلفه بمهمه جديده وبيقول له لازم تنفذها باسرع وقت، واياك ستيف يعرف ان انت اللي قتلت ابوه. وبيعرفوا كمان ان هو هيكون تحت المراقبه في المهمه الجايه، وبتكون المهمه عباره عن قتل زعيم طائفه دينيه اسمه اندرفون. وارثر وستيف بيخططوا العمليه وبيجمعوا المعلومات عن اندرو، وبيعرفوا انه جمع فلوس كتير جدا من المحاضرات والبرامج اللي هو بيطلع فيها. وبتكون طريقه القتل عباره عن ان هم هيديله جرعه ادرينالين، واول ما الاسعاف تيجي هيديله جرعه تانية قبل 3، والمادتين دول كيميائيين، ولما بيختلطوا ببعض بيتحولوا لسم وبتقف عضله القلب. وبيسافروا بعدها لشيكاغو عشان ينفذوا المهمه. وبيعرفوا ان كانت في بنت شغاله عند اندرفون، والبنت دي بتكون اتقتلت. وفي التشريح ظهر ان هي حصل لها اجهاض قبل ما تتقتل، واللي كان في بطنها ده كان ابن اندرفون، ودفع لها كتير عشان تسكت. وساعتها بيعرفوا ان اندرفون ده شخص مش تمام، وبيوصلوا للفندق اللي اندرفون قاعد فيه، وبيجهزوا الاسلحه وبيحطوا جوه اوضته كاميرات عشان يبقى تحت المراقبه. وبيقدروا يدخلوا من فتحات التهويه، وبيحطوا كاميرا صغيره علشان يشوفوا لو في حد دخل في الاوضه. وساعتها بيلاقوا الدكتور بتاعه موجود في الاوضه وبيديله حقنه كتامين. وساعتها ارثر بيحذر ستيف ان ماده الكتامين دي بتبطل مفعول الادرينالين، وده معناه ان هم لازم يلاقوا خطه بديله، لان كده الحقنه اللي معاهم مش هتعمل حاجه. وساعتها بيتفقوا ان هم لازم يقتلوه بالمواجهه، وبيدخلوا من فتحه التهويه بعد ما الحراس بيطلعوا بره، وعلى طول بيخنقوه لحد ما بيموت. وبعدها بشويه بيخشوا الحراس وبيكتشفوا موته، وبتقع فجاه صاموله من المعدات اللي مع ستيف وارثر من فتحه التهويه، لكن الحارس كان هيشوفهم بس اضطروا ان هم يقتلوه. وبقى الحراس طبعا سمعت صوت النار، وحصل بينهم تبادل اطلاق نار، وارثر بيقدر ان هو يخلص على كل الحراس، وستيف قدر ان هو يخلع من فتحه التهويه. وقدر في النهايه ارثر وستيف ان هم يقتلوا الحراس كلهم، وبيربطوا نفسهم بالحبل وبينزلوا في الاوضه وخرجوا من الفندق في وسط الزحمه. وبيوصل ارثر المطار، ولكن فجاه بيقابل هناك سيفن ستيان. وبتكون دي المفاجاه ان المفروض ان سيفن ستيان ده واحد من الخمسه اللي اشتركوا في المهمه اللي دين قال لارثر ان هاري سلمهم فيها، يعني المفروض ان سبيستيان ده يكون ميت. وبيتكلم ارثر معاه، وبيعرفوا ان دين دفع مبلغ كبير جدا عشان يغير الحقيقه. وبيعرفوا كمان ان حقيقه قتل هاري كان انه شاكك في عمليه كبيره المنظمه كانت بتنفذها، وكان لازم ساعتها انه يتقتل. وبيتعصب ارثر جدا لان دين قدر ان هو يضحك عليه بكل سهوله وخلاه يقتل صاحبه هاري. وتاني يوم بيوصل ارثر عند بيته، وساعتها بيلاقي رجال الدين، وبيقدر يستخبى ارثر تحت الميه، لكن فجاه بيطلع وبيهجم عليهم وبياخد تليفون واحد منهم، وبيكلم دين وبيقول له ما تبعتش حد، انا اللي هجيلك بنفسي. وبعدها اتصل ارثر بستيف وقال له انا عارف انك مش لوحدك، وكان فعلا رجال الدين محاصرين ستيف. وارثر قال له ان الكنبه اللي انت قاعد عليها دي انا مخبي فيها مسدس، وفعلا بيقدر ستيف ان هو يوصل للمسدس وقتل كل الرجاله اللي محاصرينه. وبيوصل بعدها ارثر لستيف وبيطلب منه ان هو يجهز المعدات، وبيجمعوا معلومات عن الحارس الشخصي بتاع دين عشان هيحتاجوها. وستيف هو بيجمع الحاجه بيشوف مسدس ابوه، وساعتها بيشك ان في حاجه حصلت بين ارثر وابوه وهو ما يعرفهاش. وفي الطريق بيبدا ستيف يتكلم مع ارثر وبيساله انت بتفتكر الاشخاص اللي قتلتهم ولا لا، ولكن ارثر بيقول له لا مش بفتكرهم. وبعدها بيساله ستيف لو انت قتلت حد اكون انا اعرفه، وساعتها ارثر بيقول له ايوه. وبيستنتج ستيف ان ارثر هو اللي قتل ابوه. وبعدها بيوصلوا بيت الحارس الشخصي بتاع دين، وارثر بيخش وبيضرب عليه نار في رجليه وبيهدده انه هيقتلوا بنته. وارثر بيقول له انه هيحط ايديه في المفرمه لو ما اتكلمش، لكن الحارس بيكون رافض انه يقول اي حاجه. وبعدها بيتصل ارثر بدين وبيقول له ان انت ضحكت عليا في حوار هاري. وساعتها دين بيقول له ان انا اتعرض عليا 50 مليون من المنظمه عشان اخلص منه، وانا دلوقتي هحول لك 10 مليون دولار وكأن الحوار ما حصلش. ولما بيرفض ارثر عرض دين بيقول له انت كده ضيعت على نفسك صفقه كبيره وكده كده مش هتعرف توصلني. ولكن ارثر بيقول له خلاص انا عرفت مكانك. وفعلا ارثر بيكون في المبنى اللي دين فيه، وبيطلب ساعتها دين من حراسه ان هم يخرجوه. وبنشوف ارثر وستيف بيجهزوا الاسلحه وبيحطوا كاميرا صغيره في الجراج، وبيشوفوا ارثر في الكاميرات وبيدخل فيهم بالعربيه، وبيحصل بينهم تبادل اطلاق نار قوي جدا.
وبيقدر ارثر انه يقتل عدد كبير جدا من رجال الدين. وستيف قدر ان هو يسرق اتوبيس وبيدخل بيه في باقي العربيات وبيحصل انفجار كبير جدا، ولكن ستيف كان نط من الاتوبيس قبل ما يخبط فيهم. وبعدها ارثر بيركب عربيه كبيره وبيدخل في العربيه اللي دين موجود فيها، وبتتقلب عربيه دين، وساعتها بينزل ارثر وستيف وبيضربوه بالنار وبيقتلوه. وبعدها ارثر بيقول لستيف ان احنا لازم نختفي فتره، لكن فجاه بيلاحظ ارثر ان مسدس هاري مع ستيف، وبيطلب من ستيف ان هو يحط بنزين في العربيه. وستيف بينزل وبيحط بنزين، وبيبقى متعمد انه يسيب باب التانك مفتوح، وعلى طول بيضرب طلقه في تانك البنزين وبتنفجر العربيه وبيموت ارثر. وبيرجع ستيف لبيت ارثر، وساعتها بيلاقي رساله منه انه لو بيقرا الرساله دي يبقى ده معناه ان هو هيكون ميت. وفي اللحظه دي البيت بينفجر بستيف، وبنتفاجئ بارثر انه لسه بيكون عايش، وبيموت ستيف وارثر بيكمل حياته ولا كأن حاجه حصلت. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ومش هوصيك بقى، لو اول مره تشوف افلامنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تشتركوا في صفحه قصه فيلم على الفيسبوك عشان تتابعونا اول باول. هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. سلام.